حقيقة يعني هنالك تجديد، وقليل هو التجديد حقيقة، إن كان يتعلق بالمفاهيم أو بالمناهج. الشهيد الصدر جدد في مناهج في المناهج، حيث قام ب5 نقلات منهجية من المنطق الأرسطي إلى المذهب الذاتي في مجال المعرفة، من الاتجاه التجزيئي إلى الاتجاه الموضوعي في مجال تفسير القرآن، ومن النزعة الذاتية إلى المنهج التكاملي، ومن عقيدة الفرد إلى عقيدة المجتمع، ومن الإنسانية أو نقدر نستطيع القول بأن من النزعة الثابتة إلى الإنسانية، من المذهبية الجدلية إلى الإنسانية اليقينية. وفي مجال فلسفة التاريخ كانت حقيقة نصوص الشهيد الصدر مبعثرة، لم تكن في كتاب معين، لم تكن في يعني كتابين أو 3 في الأسس المنطقية، في اقتصادنا، في فلسفتنا، في الإسلام يقود الحياة، في المدرسة الإسلامية والقرآنية وغيرها من المؤلفات. ولذلك كان علينا أن نستخرج هذه النصوص ونضعها في إطار معين نسميه فلسفة التاريخ. لذلك كشفت ووصلت إلى أن الشهيد الصدر استطاع أن ينتقل بفلسفة التاريخ من الاتجاه التقليدي الراكد إلى منهج تفاعلي يعتمد على سنن التاريخ وحركته، والمعتمدة على أصلا على منطقة الفراغ التي هي أساس معرفي لكثير من العلوم، ولا سيما فلسفة التاريخ والتي حل فيها إشكالية الثابت والمتغير.